حصائد الألسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما من مؤمن إلا وجل قلبه بعد سماع الكب في النار على الوجوه أو المناخر، وإن كلمة إلا أخافت وأفزعت، وما بعدها أشد تخويفا وأكثر ترهيبا، وهي كلمة حصائد ألسنتهم. والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.